اول حاجه معانا في حاجه اسمها فوت ثروتل اكتويتور. فوت ثروتل اكتويتور اللي هي دواسه الاكسلراتير. تمام، من اسمها فوت يعني ايه؟ حاجه بتبقى تحت عند الرجل كده. فوت ثروتل اكتويتور دواسه الاكسلراتير. في عندي حاجه اسمها كلمه ريليرن، دي يعني تعريف او برمجه. كلمه ريليرن تعريف او برمجه هتلاقي موجوده فوق وموجوده تحت. ريليرن كلاتش يعني ايه؟ برمجه الدبرياج. ريليرن سبليتر يعني برمجة النص غيار أو برمجة الضافر. ريليرن كلاتش ترافل يعني برمجة الدبرياج. ريليرن سبليتر يعني برمجة الضافر أو النص غيار. بلاقي كلمة كاليبريشن دي معايرة. كاليبريشن دي بلاقيها فين؟ في الإرب. لما أدخل أعمل معايرة للإرب هتلاقي في حاجة اسمها كاليبريشن زي الكلمة اللي تحتها كده، ليفل كنترول كاليبريشن. ليفل كنترول كاليبريشن. ليفل اللي هو مستوى العربية. ليفل كنترول يعني القرب أو المنافيخ أو التحكم في مستوى العربية. كاليبريشن يعني بعمل له معايرة. طيب بلاقي كلمة بي تي او، وناس كتير بنسمعها يقول لك البي تي او وتعشيق البي تي او والتحكم في البي تي او. البي تي او ده نظام ايه؟ نظام تعشيق طرمبة القلاب او المضخة. المنظومة اللي بتعمل تعشيق بين العربية وطرمبة القلاب او المضخة، المنظومة دي بيسموها بي تي او. تمام. انسترومنت اللي هي الشاشة، كلنا طبعا عارفينها وقلناها قبل كده. انسترومنت اللي هي الشاشة، وبيظهر عندي على الجهاز اي ان اس الشاشة. بريك سيركت يعني دايرة الفرامل. تمام. بريك سيركت دايرة الفرامل اللي بيقصد بيها دايرة الهواء، مش بيقصد بيها دائرة الكهرباء، بيقصد بيها دايرة الهواء. يعني مثلا يقول لك بريك سيركت بريشر يعني دايرة الضغط بتاع دايرة الفرامل، الضغط بتاع الخزانات بتاع دايرة الفرامل. بريك سيركت دايرة الفرامل. تمام. بتلاقي حاجة اسمها كيلومتر ريست. كيلومتر يعني ايه؟ كيلومترات بتاعت العربية. ريست يعني تصفير او اعادة ضبط. كلمة ريست يعني تصفير او اعادة ضبط. باك يعني رجوع. لما الاقي حاجة سهم كده مكتوب عليه باك يعني ايه؟ خطوة للخلف او الرجوع، ان انا هرجع خطوة لورا. ريست اعادة ضبط. نيجاتيف، كلمة نيجاتيف دي يعني سالب، وبوزيتيف يعني نيجاتيف. بوزيتيف يعني موجب قصدي. نيجاتيف يعني سالب، بوزيتيف يعني بوزيتيف يعني موجب. او ممكن دي معناها ان انا ازود اقلل، ودي معناها ان انا ايه؟ ازود. بتلاقي على الشاشة عندك بتاعة العربية في علامة كده مكتوب عليها موجب، وعلامة مكتوب عليها سالب، وفي علامة مكتوب عليها أربع صفرين جنب بعض كده. الصفرين دول إن هو بيصفر بيهم العدادات. وفي علامة بتلاقي مكتوب عليها باك اللي هي إيه؟ الرجوع. طيب فول. فول ليفل. الفول اللي هو الجاز. فول اللي هو الجاز أو الوقود. ليفل يعني مستوى. مستوى الجاز. طبعا أنت عندك الشاشة بيظهر عليها مستوى الجاز أو عوامة الجاز بتظهر عندي على الأمبير بتاع الجاز اللي هو في الشمال. الباتري فولتج اللي هي مين؟ فولت البطاريات او شحن البطاريات او فرق جهد البطاريات. باتري فولتج اللي هو فرق جهد البطاريات. انجن سبيد اللي هي سرعة العربية، سرعة المحرك. انجن يعني محرك، سبيد يعني ايه؟ سرعة. تمام. انديكيتور لامب. لامب يعني ايه؟ لمبات. لامبس يعني ايه؟ لمبات. انديكيتور اللي هي لمبات اللي بتبقى موجودة في الشاشة. تلاقي عندك الشاشة لما بتفتح التابلو كده، تفتح كونتاك، تلاقي عندك فيه لمبات بتنور وبعدين تطفي. اللمبات اللي بتنور وتطفي بعدين دي اسمها ايه؟ انديكيتور لامبس. في لمبات منها بتنور وما بتطفيش، معناها ان عندك في مشكله تخص اللمبه دي. لمبه تخص القفل بتاع الكابينه اللي هو تحت الكابينه ده. وممكن تلاقي لمبه تخص اللي هو البطاريه، تلاقي لمبه تخص الإرب، تلاقي لمبه تخص المحرك. هي اسمها كلها، كل اللمبات دي اسمها ايه؟ انديكيتور لامبس. تمام. عندي حاجه اسمها ايه؟ لود. لود نيو لانجوج. لود يعني تحميل او اضافه، نيو جديد، لانجوج يعني لغة. إضافة لغة جديدة. إضافة لغة جديدة. بلاقيها فين الكلام ده؟ بلاقيها لما بدخل على الجهاز بتاعي وافتح الصفحة بتاعة الشاشة، أدخل على كنترول الشاشة، محتاج أعمل تعريب أو إضافة لغة، ألاقي فيه اختيار اسمه إيه؟ لود نيو لانجوج، يعني كده تحميل لغة جديدة أو إضافة لغة جديدة. طيب لما ندخل على شوية الكنترولات التانية تخص الأنوار، هتلاقي في حاجة اسمها هيد لامب. هيد لامب يعني كأنه بيقول لك الفانوس الكبير أو الفانوس الرئيسي، الفانوس الأمامي. لو ترجمناها ترجمة حرفية، الفانوس الكبير، الفانوس الرئيسي.
لكن هو الفانوس اللي احنا لو احنا هنترجمها الترجمه بتاعتنا احنا اللي عشان نفهمها، يبقى الفانوس الامامي الكشاف الكبير. تمام. تيرن سيجنال يعني نور الاشاره، تيرن سيجنال نور اشاره. في عندك تيرن سيجنال رايت نور اشاره يمين، وتيرن سيجنال ليفت نور اشاره شمال. لو وهاي. لو يعني واطي او منخفض، وهاي يعني عالي. لما كنا بناخدها في الغيارات كان سريع وبطيء، لانه مفيش حاجه اسمها غيار واطي وغيار عالي، غير سريع وغير بطيء. لكن في النور، نور عالي ونور واطي. بيم يعني النور او اضاءه.